الحسين الذي تركوه على أرض كربلاء مقطوع الرأس، مقطوع اليد مرضض الصدر. وأولئي أريدكم تمشي وياي بمصيبة، ما أريد أحد ينظر إلي. تقدر تمشي وياي ساعة؟ باقي عليكم ساعة إلا. أريد نمشي ويا زينب، أريد دموع، أريد قلوب محروقة، أريد أطلع من هذا المأتم وقلبي مشروح ببكائكم. والله ما ينشرح صدري إلا إذا طلعت وسمعت الصريخ والضجيج على الحسين، وسمعت الأصوات من ارتفعه، وهذا اللي يسر قلب الزهرة يسر قلبي أنا وقلوبكم. إخواني رحم الله من نادى وحسينا. أيوة إمامه ومغلوبه، ابكي حبيبي على الحسين، صيح وياي حسين حسين حسين. يا مرة ثانية صيح يا حسين. خرجت العائلة من كربلاء، وبدلا من العباس الحادي هذه المرة الشمر وحرملة وزج، وخولنا كلما وقعت طفلة ضربوها، وكلما صرخت شتموها، وكلما تكلمت زينب بالسياط ألموها. وساروا ببنات رسول الله وتركوا أجساد أولياء على تلعات كربلاء، وزينب تنادي وداعة الله يا خوفي رحت. أنا ما أريد أقرأ، أنا أريد أقعد وياكم أبكي على الحسين، ما أقدر أقرأ وأنا أمشي محروم من الدم. وداعة الله يا اخوتي رحت عنكم حسرة وما شبعت وداع منكم. أنا ماشية وانظر جثثكم والخيل يلي رضضتكم. حسابة يا اخوتي ما بدفنتك. هذا البيت يكسر قلبي انا والله، لكن لازم اقرا. هذا البيت يكسر قلبي على زينب، على جسد الحسين. شنو تقول له؟ اسمع حبيبي انا قلبك فيك رقه راح تبكي. تقول له اخوي لا تقول ما عندك مروه. ولا تقول ضيعت الأخوة، ترى مأخوذة يا حسين. قوايا قوايا ما تدري الشمر عقبه ايش سوى، صاب على متوني. وساروا ببنات رسول الله جمع يسحبوهم من الأمام، آخرون يضربوهم من الخلف، وطافوا بهم في أزقة الكوفة